لقطة الهدف يا صديقي العزيز بتلخص كل مباريات المباراة. طبعا فيها أخطاء كتير قوي مركبة. هنلاقي هنا أول ما الكرة توصل عند لاعب السنغال هنقف هنا ونبص، هنلاقي حمدي فتحي المفروض تمركزه الصحيح ما يكونش مايل للعمق بالشكل ده، المفروض يبقى طالع قدام خط الدفاع شويه، ما يبقاش رامي نفسه في حضن الدفاع قوي كده. كان هيقدر يتعامل معاه بشكل افضل من كده بكتير. كان هيقدر يعمل عليه البلوك من بدري. كذلك الامر طبعا لما هو كان موجود هنا مروان عطيه ساب بيته وساب التمركز بتاعه جنب ساديو ماني وجري هنا كمان عشان يغطي على اللعب عشان ما يشوطش. فطبعا لما شاط هنا ده قله تركيز من حمدي فتحي. كذلك الامر بالنسبه لمروان عطيه لما ساب هنا ساديو ماني، الكره هنا اتصوبت وفيها طبعا نسبه توفيق رهيبه جدا جدا تهيأ له هنا يعني كما ينبغي ان يكون. والراجل طبعا هنا بقى في قدامه المساحه والوقت ان هو يقدر يحط فيها وش رجله، وما كانش هيبقى له اي حل طبعا للمباراه تاني غير ان هو المباراه تتفك بتصويبه او بكره ثابته. وانت كنت قافل جميع كل الكرات الثابته، كنت قافلها ومغطيها بشكل كبير جدا جدا. وده اللي احنا شفناه مع بعض طول المباراه. هنا الراجل صوب تصويبه صاروخيه، ولكن هنا توفيق كبير جدا جدا ان الكوره ياسر ابراهيم يعمل على البلوك تعدي ما بين رجليه. وكذلك الامر بالنسبه لحسام عبد المجيد ينزل على الارض برضه الكوره تعدي ما بين رجليه، حاجه يعني قمه التوفيق الرهيب مفيش بعد كده. كذلك الامر يعني هنا في الوقت ده هنبص هنا على الشناوي في اللقطه دي بالذات، بتبين قد ايه الشناوي بيتحمل نسبه كبيره جدا جدا من الهدف. الشناوي هنا يا صديقي لما خد الخطوتين دول على الخط الناحيه الثانيه، ده اللي هنبينه مع بعض بالحاله، خد الخطوتين حب يرد تاني كان خلاص الكوره ما قدرش يعمل عليها الرياكشن، يعمل عليها الريفلكس بشكل طبيعي. وده طبعا الفرق كبير جدا جدا يعني وراء كل فريق بطل حارس بطل. اي نعم احنا ما لعبناش كوره، ولكن اللعيبه كانت مجهده بدنيا، اللعيبه كلها تحس ان في رجلها اكياس رمله، طبعا ما كانوش قادرين يجروا طوال المباراه. وده اللي طبعا اكبر دليل على لقطه الهدف هنا عدم التركيز من حمدي فتحي. وكذلك الامر بالنسبه لمروان عطيه ومحمد الشناوي، اللعيبه كلها كانت بدنيا واقعه بشكل كبير جدا جدا. انت كان عندك ملحمتين كبار طبعا، بنين قعدت فيه اكثر من 120 دقيقه. كذلك الامر بالنسبه برضه لمباراه كوت ديفوار، كانت مباراه طبعا شرسه بدنيا، فاللعيبه كلها كانت واقعه بدنيا مش قادره. معظم الوقت كنا بنفقد الكوره بشكل غريب وعجيب، نقله اثنين ثلاثه الكوره تتقطع احنا بنفقدها بمنتهى السهوله بدون اي ضغط من فرقه السنغال. كنت تقدر تعمل عليهم ماتش كبير جدا جدا زي كوت ديفوار وتبقى افضل كمان، ولكن الحاله البدنيه ما سعفتش الفرقه بتاعتنا. وطبعا ما تنساش ان معدل الاعمار عندنا في الفرقه كلها فوق ال 30. هتلاقي امام عاشور بس لاعب او اثنين او ثلاثه اللي تحت ال 30، وبعد كده كله فوق ال 30. فطبعا ده هيبقى عامل كبير جدا جدا بدني على اللعيبه، وكان لود كبير جدا جدا على اللعيبه من الناحيه البدنيه. هنا التوفيق كان عامل اساسي طبعا في ان المباراه تخرج 1-0، لكن السنغال طبعا يعني ما راحتش على مرماك باي هجمه اطلاقا غير التصويبه ديت. ما كانش في اي فعاليه هجوميه اطلاقا من السنغال، استحواذ سلبي ما فيش اي حاجه خالص.